انت عارف ايه اللي موجود جوه المتحف المصري الكبير؟ ايها صديق الانسان، تعالى معايا كده نعرف كام حاجه عن المتحف المصري الكبير. المتحف ده مفيش منه اتنين في العالم، حرفيا هو اول واكبر متحف في العالم يضم حضاره واحده بس. هتقول لي يا عم الحاج اكبر ايه؟ ما في اللوفر في باريس اكبر منه، والمتحف البريطاني برضو اكبر منه. انت هتضحك علينا؟ هقول لك ايها الصديق الانسان، عندك حق، بس انت بتتكلم من حيث المساحه وبس. انت ما قلتش ان المتاحف التانيه الكبيره دي بتضم اكتر من حضاره، وانا هنا بقول لك هو اول واكبر متحف يضم حضاره واحده، فما تقاطعنيش تاني. نكمل كلامنا وتعالى نعرف عدد القطع الاثريه اللي موجوده جوه المتحف، واللي بتعدي ال100,000 قطعه اثريه، وده اكبر عدد قطع في اي متحف في العالم لحضاره واحده. ولو لقيت نفسك كده متحمس وعايز تزور كل الاثار اللي جوه المتحف، فتعالى بحسبه بسيطه كده اقول لك انت هتشوف الحاجات دي في وقت قد ايه. هنفترض انك هتشوف كل القطع الاثريه دي، وكل قطعه هتشوفها لمده ثانيه واحده بس، فانت يا صديق الانسان محتاج 27 ساعه و46 دقيقة و40 ثانية. بس احنا قلنا ان هم اكتر من 100,000 قطعة، فهنقول برضو انهم هياخدوا مثلا 28 ساعة علشان تشوف القطعة دي كلها. 28 ساعة علشان تشوف كل القطع، بشرط انك تشوف كل قطعة في ثانية واحدة بس. وخد بالك احنا فرضنا ان احنا هنشوف كل القطع، بس ما فرضناش المسافة اللي بين كل قطعة والتانية، ما هم مش لازقين في بعض يا محمد. خد الكبيرة، القطع دي في منهم 5000 قطعة أثرية تخص الملك توت عنخ آمون، وبيتعرضوا لأول مرة في التاريخ منذ اكتشاف المقبرة بتاعته سنة 1922. والمتحف برضو فيه قطع أثرية عملاقة زي تمثال رمسيس الثاني، اللي انت وداخل المتحف كده بتلاقيه في وشك بيسلم عليك، وده وزنه 83 طن. طيب طلعنا السلم ووصلنا للآخر. هنا انت بتبص بتلاقي الأهرامات في وشك في منظر كده اللي هو متع عينك يا ريس. آخر حاجة هختم بيها هي مساحة المتحف المصري الكبير، واللي هي حوالي 500,000 متر مربع. يعني لو جبت دولة الفاتيكان وحطيتها جوه المتحف هتختفي، وهيبقى في مكان فاضي نستغله في اي حاجة. لان للمعلومة برضو الفاتيكان مساحتها 440,000 متر مربع بس. مصر ما عملتش مجرد متحف وبس، دي عملت بوابة زمنية بتربط الماضي بالحاضر. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش اللايك والشير، واستناني في اللي